السلام عليكم الجميع، كنرحب بكم معايا في فيديو جديد، وكنتمنى ان شاء الله يلقاكم كاملين بخير وعلى خير. وصفه اليوم غتكون عباره عن حلوه بارده غادي نحضروها بدون فرن، بدون فلون، بدون جيلاتين، وايضا بدون كريمه. المكونات ديالها جد بسيطه، وان شاء الله غادي تحصلوا على نتيجه زوينه بزاف. فهي كتجي لذيذه، خصوصا الطبقه ديال الشوكولا كتجي كريميه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. ولا عجبكم الفيديو كيف العاده ما تبخلوش عليا بلايكات ديالكم، بارطاجيو مع الاهل والمعارف، وما تنساوش تنضموا للقناه ديالنا باش تكبر العائله اكثر واكثر، وتفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا دائما بجديد الفيديوهات. اذا هنا بسم الله. بالنسبه للطبقه الاولى غادي نحتاجو هنا 150 غرام من البسكوي، اي نوع ديال البسكوي ديال الشاي اللي طحنتو خليتو هكذا قطع صغيره. ممكن تطحنوه على شكل غبره، يعني على حسب الاختيار ديالكم. انا كنفضل ان القطعه ديال البسكوي تبقى باينه في الطبقه الاولى. وايضا عندي هنا 50 غرام ديال الزبده المذابه. غادي ناخذ واحد الاناء، غادي نوضع فيه الكميه ديال البسكوي كيف ذكرنا 150 غرام. غادي نضيف عليها الكميه ديال الزبده المذابه، وغادي نحاول انني ندخلها مزيان في هذا البسكوي حتى تلبس كامل. بهذا الشكل هذا، يعني ملي نضغطوا عليه بهذا الشكل فغادي يتجمع لينا في يدينا. هنا غادي نضيف واحد الاضافه اللي كتبقى اختياريه، وهي معلقه كبيره ديال صلصه الكراميل اللي سبق لي وحضرت معكم في حلقه سابقه. غادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. فهي كتعطي لها الطبقه واحد التعليكه رائعه جدا. يعني الا بغيتو تضيفوها غادي نضيفوها بطبيعه الحال، ولا ما بغيتوش راه لكم الاختيار، غادي تكتفيو فقط بالبسكوي وتجمعوه بالزبده. ايضا الا ما عندكمش صلصه الكراميل ممكن ديروا الحليب المكثف المحلى نيستلي، يعني كيعطي نفس المذاق ونفس التعليكه. انا بالنسبه لي كنفضل ان الطبقه الاولى تكون مجموعه شويه ومعلكه في نفس الوقت، وكنفضل انني ندير صلصه الكراميل اولا الحليب المكثف المحلى. العكس ديال انني ما كنبغيش نجمعها بالياغورت اولا بالحليب، فهي ما كتجي زوينه نهائيا. يعني ديك الطبقه ملي كتفزك بدوك السوائل فهي كتولي لينا بحال العجينه. صافي، من بعد خديت واحد الاطار عندي هنا على شكل قلب. الاطار هنا عندي صغير، القطر ديالو 20 سنتيمتر، يعني استعملوا اي اطار عندكم بشرط انه يكون القطر ديالو صغير. الا كان عندكم هذا كبير غادي نضاعفوا المكونات بطبيعه الحال باش ما تجيكمش طبقه رقيقه بزاف. صافي، هنا غادي نوزع داك البسكوي هنا وسط القالب، وغادي نضغط عليه شويه بالقار ديال الكاس، وغادي ندخل هاد الطبقه الاولى للثلاجه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، وغادي نمروا باش نحضروا الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاجوا المكونات التاليه. عندي هنا 2 علب ديال دانيت شوكولا اولا ياغورت بنكهه الشوكولاته، كل واحد فيه 50 غرام، يعني في المجموع عندي 100 غرام ديال دانيت شوكولا. وايضا هنا غادي نحتاجوا عندنا 40 غرام ديال بودره الشوكولاته الحلوه اولا النسكويك، يعني هذه كتعطي مذاق زوين بزاف احسن من بودره الكاكاو المر. وايضا هنا غادي نحتاجوا واحد 2 معالق كبار مملوئين جيدا، يعني يكون عامر مزيان ديال المايزينا، ما يعادل واحد 50 غرام. وايضا هنا غادي نحتاجوا 2 معالق كبار ديال السكر سنيده اولا السكر الخشن. بالنسبه للسكر في هذه المرحله هذه ممكن تضيفوا كيف يمكن لكم بطبيعه الحال تستغناو عليه، لان مستعملين شوكولا حلوه وكذلك بودره الشوكولاته الحلوه وكذلك دانيت، يعني لكم الاختيار. وهنا غادي نستعملوا شوكولاته سوداء ما يعادل 100 غرام. وايضا هنا عندي نصف لتر ديال الحليب. بالنسبه للشوكولاته ممكن تستعملوا شوكولاته نوعيه جيده، فهي غادا تعطيكم واحد المذاق رائع جدا لهاد الحلوى هذه.
غادي ناخذ واحد الكاسرونه غادي نوضعوا فيها السكر سنيده اولا السكر الخشن، نشا الذره وكذلك بودره الحليب بودره الكاكاو عفوا. وغادي نخلطوا هاد المكونات بشويه ديال الحليب حتى كيتجانسوا تماما وكيختفيو دوك الحبيبات. ومن بعد غادي نضيف ليه ما تبقى ليا من الحليب. غادي نخلط الكل مزيان مزيان وغادي نوضعه فوق النار وما نغفلش عليه، يعني مره مره غادي نبقاو نحركوا هذا الخليط هذا ديالنا باش ما يلصقش لينا في القاع ديال الكاسرول. صافي من بعد ما بدا كيغلى لينا شويه الخليط وكنحسوا به كيبدا يتلصق لينا في القاع، غادي نضيفوا ديك الكميه ديال الشوكولاته السوداء كيف ذكرت 100 غرام. انا هنا استعملت واحد النوعيه ديال الشكلاط كحل، نوعيه مزيانه وفيه المذاق قطع ديال التوت لداخل، يعني عطات واحد المذاق رائع جدا. صافي من بعد ما داب ليا داك الشكلاط مزيان غادي نضيف عليه جوج علب ديال الدانيت ديال الشكلاط. وفي اخر مرحله غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الزبده وغادي نطفي عليه النار. صافي من بعد ما تجانسوا لي المكونات كلها مزيان، يعني تاكدوا ما بقاو حتى شي كتل، مباشره وهو ساخن غادي نفرغوه فوق الطبقه الاولى ديال البسكوي اللي خرجنا من الثلاجه بطبيعه الحال فهي تماسكات مزيان. صافي وغادي نوزع عليها هذا الخليط هذا ديال الطبقه الثانيه ديال الشوكولا وغادي نخليه هنا على برا حتى كتنزل الحراره ديالو تماما، وغادي ندخلوه للثلاجه على الاقل مده من 2 ساعات حتى ل4 ساعات، يعني اللي عندكم الوقت يستحسن تخليوه باش هذيك الطبقه كتماسك مزيان وتجيكم مزيانه. صافي هنا من بعد ما مرات 4 ديال الساعات وتماسكات هذيك الطبقه مزيان، يعني ملي كنحطوا صبعنا هكذا ما كتلصقش. بالنسبه للزين فليكم الاختيار، ممكن تكتفيو بها غير هكذا اولا ممكن تزينوها ببودره الكاكاو المر اولا الكريمه شونتيي اولا، يعني ليكم الاختيار في التزيين. انا فقط اكتفيت خديت علبه ديال دانيت شوكولا ووزعتها على الوجه بهذا الشكل هذا. وهنا غادي ناخذ واحد السكين وغادي نمرو في الجوانب ديال هذا الكادر. صافي كيف ما كتشوفوا فهو كيزول بكل سهوله، يعني الا كانت الطبقه الثانيه متماسكه فهو كيزول بكل سهوله. وهذا هو شكله، كتكون الطبقه لتحت ديال البسكويت والطبقه ديال الشوكولا من الفوق. بالنسبه للزين فهو تزيين بسيط جدا، من بعد ما وزعت هذاك دانيت شوكولا فهو زينته غير بالدار ديال المعلقه بهذا الشكل هذا بشكل متموج، ومن بعد زينته بالشوكولا بهذا الشكل هذا في الجوانب. يعني التزيين كيبقى لكم الاختيار، زينوه على حسب الرغبه ديالكم. كذلك غادي نقطع لكم منها قطعه باش تشوفوها كيفاش كتجي. فالطبقه ديال البسكويت كتجي متماسكه كيف قلت لكم، الا بغيتوها تبقى شويه مفته راه ممكن تكتفيو غير بالزبده والبسكويت. انا بالنسبه ليا كتعجبني تكون متماسكه وفي نفس الوقت كتجي فيها واحد التعليكه لذيذه. وبهذا كيكون هو الشكل النهائي ديالنا كيف ما كتشاهدوا، الطبقه ديال البسكويت والطبقه ديال الشوكولا. فهذيك الطبقه ديال الشوكولا كتجي رائعه جدا وكتجي لذيذه وكذلك كتجي كريميه بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه وتنال اعجابكم. وكيف العاده كنقول لكم جميع ما تنساوش تدعموني باللايكات ديالكم، تبارطاجيو الفيديوهات مع الاهل والمعارف ديالكم بطبيعه الحال، وما تحرمونيش من تعاليقكم الطيبه اللي دائما كتشجعني وكتفرحني على انني نستمر في مسيرتي. شكرا لكم بزاف اللي يخطيكم. ولا عندكم اي سؤال او استفسار خليو لي في التعليقات، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد الى كتاب. خليت لكم الراحه، بسلام عليكم.